السلام عليكم متابعي ومتابعات قناة كيفاش حصل. أهلا وسهلا ومرحبا بكنا وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات قضايا جرائم حدثت بإحدى مدن أو قرى المملكة. متابعينا الكرام، كالعادة لن نطيل عليكم في هذا التقديم، ندخل مباشرة في سرد تفاصيل وأطوار جريمة اليوم. قضية اليوم هي واحدة من قضايا الشرطة القضائية. قضية اليوم دارت الأحداث ديالها نواحي مدينة خريبكة، بالضبط في سنة 2012. واحد الليلة ميقات تقريبا ديك العشرة ونص، تخبروا البوليس. قال لك اودي بان شي ناس يبلغوا على شي حد لقاو مقتول في الشاحنه ديالو او في الرموك، كيف كنقولوا حنا الرموك اللي تيكون فيه لبان كبير. قال لك اودي راه لقاوه شي صحابو مقتول في لاكابين. بالفعل بعد تحديد الموقع خرجوا الناس ديال الشرطه انتقلوا لعين المكان تما، لقاو بعض الناس مجموعين تما. شنو كيما كاين؟ قال لك اودي راه هذا السيد هذا اللي مقتول هنا راه الصديق ديالنا صاحبنا. باش نشير لواحد النقطه، هذا المكان هذا السيد بلاصتي فيه الشاحنه ديالو واخد اقصى اليمين، وكاين بزاف ديال الشاحنات تبين بان الناس هاد الشفريه ديال الرموكات كيجيو تما. كاين اللي تينعس، كاين اللي تياخذ راحته ساعتين ثلاثه السوايع. المهم هو هذاك المكان معروف انه تيجيو ليه الناس ديال سائقي الشاحنات. كاين اللي تيطيب شي حاجه ما ياكل تما. قال لك اودي كيفاش غادي نفطنوا؟ قال لك هاد السيد كيهبط من الشاحنه ديالو كيدور هذاك الاتجاه اللي على اليمين، داير واحد القنينه ديال الغاز تما، وتيطيب على العشاء ديالو، داير واحد الكاميله تما مدور على واحد الكرتونه. قال لك مرتين نزل تيشوف تما. قال لك في واحد اللحظه تعطل، ما بقاش نزل. قال لك مده. قال لك وحنا ولينا تنشموا ريحه الغاز، ريحه البوطه. شنو وقع؟ لقيت اللي هما تيقول لك ودي السيد ما بقاش نزل من الشاحنه، تعطل على هذاك العشاء. هذاك العشاء هو داير شي حاجه تما تيسلقها، هذاك المفاض على البوطه طفات العافيه، وبقى الغاز تما كيتسرب. الناس قال لك ودي حنا جالسين غير لهيه، قال لك حتى كنشموا ريحه الغاز. قال لك جينا تنشوفوا تلقاو البوطه طافيه، تندقوا على السيد تيبان لنا بان هذاك الباب اللي على اليمين مفتوح والسيد مقتول تما. هذه هي الهضره وهذه هي الاقوال اللي قالوها بزاف ديال الناس اللي كانوا حاضرين تما بعين المكان. وبالفعل الناس ديال الشرطه شموا ريحه الغاز تما مجهده، طفاو هذيك البوطه تمايا. الضحيه بحسب محضر المعاينه رجل كيتجاوز العمر ديالو تقريبا ديك 44 46 48 سنه. عنده واحد الضربه على مستوى الراس ديالو، والضربه جات بشي اله حاده. ملي تنقول حاده بشكل قوي، علاش؟ لان الضربه الا تسددات للراس بشي سكين راه قليل الا كان شي سكين اللي هو حاد. وكنقولوا حنا خاص الراس ديالو يكون كيف كنقولوا حنا بالدارجه يكون مقمقم باش يخترق هذاك الراس، لان الراس عباره عن عظام جمجمه. تبين بان هاد الاله اللي تضرب بها الضحيه الراس ديالو شي اله خطيره وحاده بقوه. كذلك السيد مذبوح وعنده بعض الطعنات على مستوى الصدر والبطن ديالو، وعنده واحد الضربه حتى في العنق ديالو من الخلف. هادشي بحسب ما جا عندي هنا في محضر المعاينه. الناس اللي تما خداو الاقوال ديال مالات السيد الشغل قال لك ودي ما عرفناش، حنا جينا تنشوفوا مالو تلقيناه مقتول تما والدماء تتسرب من الشاحنه، وهذا الشيء اللي كاين. والسيد بالفعل مقتول في الفولون ديالو مرمي تما. واش هاد السيد تيكون مع شحال؟ قال لك ودي لا ما كان مع حتى شي حد، هو عنده الكريسو اللي تيخدم معاه، ولكن الكريسو قال لك ودي راه دابا تقريبا واحد 3 ايام مشى لمراكش ما بقاش معاه، واخد عطله مشى لمراكش. اذا هاد السيد كان غير بوحدو هنا. قال لك ودي كان غير بوحدو تما. حاولوا الناس ديال البوليس يعثروا على شي بطاقه ولا شي وثيقه اللي
تحدد الهويه ديالو، قلبوا تما ما لقاو حتى شي حاجه، لقاو فقط الوثائق ديال الشاحنه ولكن شي بطاقه اللي ديال الضحيه ما لقاوش. اذا هذا تسرقوا البسطام ديالو. الناس قال لك اودي راه عنده البسطام ديالو، قلبوا مزيان البوليس عفوا ما لقاوش شي حاجه اللي كيف قلت شي وثيقه او شي بسطام. ولكن الناس تما قال لك اودي السيد راه الاسم ديالو فلان وهاد الكنيه ديالو وهو راه من نواحي برشيد. كانت هذه هي الاقوال اللي صرحوا بها بعض الناس تما. ولكن في الاقوال ديالهم تيصرحوا كاين اجماع حول واحد المعطى. قال لك اودي السيد هذا الضحيه اللي لقاو مقتول في الشاحنه ديالو، قال لك اودي راه السيد الله يعمرها دار، رجل كيتقى الله، رجل تيصلي في الوقت، رجل محترم ما تيتخاصمش مع الناس، محبوب عند الجميع. قال لك ما يمكنش هذا اللي قتلوه غادي يكون على ود سرقه او لا. ولكن كيف قلت انا البسطام ديالو والفلوس ديالو، قال لك اودي راه حتى الهاتف كان تما، الهاتف ما لقاوش. اذا الامر يتعلق بالسرقه. هذه ماشي شي تصفيه حسابات بناء على عده معطيات. المعطى الاول هو ان الناس تيقول لك اودي السيد الله يعمر دار ما تيتخاصمش، انسان درويش تيتعامل مع الناس وكذا وكذا. زيد على ذلك حتى ان السيد لقاو ما يفيد بان تسرقات منه شي حاجه من الشاحنه، الهاتف نقال، فلوسه ما لقاو حتى شي حاجه، حتى شي درهم ما لقاو تما، وكذلك حتى الوثائق اللي كتعلق بالهويه ديالو. إذا الأمر تتعلق بسرقة ماشي بتصفية حسابات، يبدو من خلال مسرح الجريمة ومن خلال بعض المعطيات اللي تخدات من عين المكان بأنها ماشي تصفية حسابات. واخ تم نقل الجثة لمستودع الأموات. الناس ديال التشخيص القضائي حاولوا يرفعوا بعض البصمات من الأبواب من هنا ومن هنا ومن هنا، ولكن الناس ديال التشخيص القضائي هما تياخذوا البصمات من الأبواب. قال لك اودي بان هذاك الباب اللي على اليمين راه قبطوا فيه بعض الناس اللي طلعوا لما اكتشفوا الجثه. قال لك طلعوا تيشوفوا الضحيه. واش الباب كان مفتوح؟ قال لك لا ما كانش مفتوح الباب نهائيا. اذا البصمات اللي غادي تاخذها هي بصمات ديالهم غير هما. ولكن مع ذلك خاص ولا بد الناس ديال التشخيص القضائي يحاولوا ياخذوا بعض البصمات منها، ربما تكون شي بصمه برانيه والشخص اللي تقدر تلقى البصمه ديالو تما ما يبررش ليهم شنو كان تيدير. واخ هنا ولا امر ضروري وامر حتمي ان العائله ديال هذا السيد هذا كيخصهم يتخبروا. واش شي حد تعرف الدار ديالو في مدينه برشيد؟ قال لك اودي لا ما تنعرفوش الدار ديالهم، ولكن تنعرفوا الكريسول اللي خدام معاه واللي حاليا في مدينه مراكش. قال لك اودي راه هو جيرانهم وعندنا الرقم التليفون ديالو. قالوا لي عطينا التليفون ديالو. خداو البوليس الرقم ديالو في ديك الليله، اتصلوا به السلام عليكم. السلام. قالوا لي انت فلان ايه تخدم مساعد ديال الشيفور ديال الشاحنه الفلانيه. قال لك ايه فين انت دابا؟ قال لي ما سيدي انا في مراكش. اش كدير تما؟ قال لك انا مع وليداتي ومع مولين الدار ديالي. قالوا لي شوف الله يخليك انت تتسكن حدا داك السيد حدا الدار ديالو؟ قال لك ايه جاري وانا شحال من عام وانا معاه. قالوا لي راه حنا عثرنا عليه مقتول في الشاحنه ديالو، الله يخليك انت تجي عندنا في اقرب وقت ممكن. والعائله ديالو خبرهم بالامر وقول لهم يجوا لمدينه خريبكه لعند البوليس الامن الوطني. قال لي واخا سيدي انا غادي نجي عندكم في اقرب وقت والعائله ديالهم راني غادي نتصل بهم دابا. ولكن السؤال اللي تطرح كان مطروح بقوه في هذه القضيه، كان من بين الفرضيات، هو ان هذا السيد هذا بحسب ما شهدوا به بعض الناس قال لك اودي السيد الله يعمر دار سيد تيتقى الله ما تيتخاصم مع حتى شي حد، انسان اللي كيتعامل، انسان اللي ماشي عدواني ولا شي انسان اللي هو قبيح، وغادي تقتل بهذه الطريقه اللي تقتل بها كتبين بان الامر ما تيتعلقش بالسرقه. هذا اللي قتلوه كانت عنده رغبه ملحه في القتل بدليل حتى تقرير ديال الطبيب الشرعي اكد هذه النقطه هذه، لان هذا اللي غادي يضربوا غير باش يسرق ليه كان بالامكان ديالو يهددوا بالسكين يضربوا ضربه جوج كاع، ولكن ماشي غادي يقتلوه. والسيد كان راكب في الفولون ديالو. هاد النقطه هذه نبغي نركز عليها. تقتل وهو جالس في ذاك الكرسي امام الفولون، وتضرب على مستوى مؤخره الراس، عنده في الجمجمه على مستوى مؤخره الراس، وعنده كذلك واحد الضربه في العنق ديالو في الخلف.
اذا هذا شي حد اللي طعنوه من الخلف، هذا شي حد اللي كان معاه في لاكابين، كان في الخلف ديال الكرسي اللي على الفولون. زيد على ذلك هذوك الضربات اللي تسددوا ليه على مستوى البطن ديالو، هادشي اش كيأكد بان هذا اللي كان معاه غدرو، اي كان في الخلف ديالو. سيد تقتل في الشاحنه، اذا كان معاه تما. وحتى هذوك الطعنات اللي تسددت والرغبه الملحه في القتل كتبين بان القاتل كانت عنده نيه القتل. كان هذا السيد هذا ما بغى ينزل هو من الشاحنه حتى يصفيها ليه. ولكن هاد الناس هادو تيقول لك اودي السيد اللي عمرها دار، وحتى الهاتف النقال تسرق، الهاتف النقال اتصلوا به البوليس هذيك اللحظه تيلقاو طافي، البسطام ما لقاوش تما، الفلوس ما لقاوهاش تما، ما لقاو حتى شي وثيقه اللي كتحدد الهويه ديال الضحيه. واش هذا اللي قتل السيد بغى يموه البحث ويقول لي مودي راه الامر ماشي تسيد حسابات، راه الامر راه سرقه؟ ما عرفتش. ولكن البوليس غادي يبحثوا في كلا الاتجاهين، يبحثوا ويعمقوا البحث في هذا البيس ديال تسيد حسابات، رغم ان الناس تيقول لك ودي العكس، السيد الله يعمر دار وما عندوش اعداء، ما عندوش كذا ما عندوش كذا، ولكن ضروري خاص توسيع دائره البحث في هذا الاتجاه. كذلك مساله السرقه، الا كان هذا شي حد اللي سرقه اذا ما تعرفوش مزيان وكي غيدير حتى غادي يدخل الشاحنه ديالو، ما عرفتش. كاين غموض في مسرح الجريمه، وهذه القضيه يبدو الحدود الساعه معكله ومعقده. البوليس في هذيك الليله خداو معاهم بعض الناس من تما اللي كانوا حاضرين بعين المكان باش غياخذوا الاقوال ديالهم في محاضر رسميه اللي تيصرحوا به. كان اجماع، كان تقريبا نفس المحاضر تيقول لك اودي هذاك السيد صاحبنا الله يعمرها دار هو راه الاصل ديال مدينه برشيد. فديك الليله هو تيهبط كيقوم بطهي داك الشيء اللي باغي يتعشى به. قال لك مره تينزل لقيت اللي حنا جالسين في واحد المكان بعيد شويه، قال جالسين تما تنجمعوا مع بعضياتنا. قال كيبان لينا مره السيد تينزل، مره تيطلع، مره تينزل، قال في واحد اللحظه ولينا تنشموا ريحه الغاز. قال كنت هنا بان السيد راه ما بقاش هبط مده هادي. قلنا ياك ما البوطه طفات تما وبقى الغاز كيتسرب. قال لك جينا بالفعل لقينا البوطه طافيه، هذاك الماء اللي كان تيسلق فيه داك الشيء اللي باغي ياكل فاض على العافيه وطفات وبقى الغاز تيتسرب تما. طفاو هما البوطه، طلعوا تيشوفوا السيد تيبان لهم بانه مقتول. هذه الهضره اللي قالوها هما كاملين وحاضرين بعين المكان. على اي فديك الليله ميقات ديك تقريبا الوحده ديال الليل او الوحده ديال الصباح، جاو العائله ديال هذا السيد هذا. اتصل بهم هذاك الكريسون قال لي مودي راه البوليس ديال مدينه خريبكا راه اتصلوا بيا، راه لقاو فلان مقتول، طلعوا شوفوهم راه بغاوكم وراه انا طالبوني، ولكن انا ما يمكنش نجي هذه الليله حتى الغدا في الصباح ونشد الطريق ان شاء الله. العائله ديالو جات مرتو، جاو ولادو، جاو الوالدين ديالو، جاو خوتو، وبزاف ديال الناس جاو تما الكوميساريه استقبلوهم البوليس. قال لهم ودي هذا السيد هذا راه حنا لقينا مقتول. خداو بعض العناصر منهم الام والاب والزوجه ديال الضحيه للمستودع الاموال، جبدوا لهم الجثه تعرفوا عليها. قال لهم ودي هذا السيد راه السيده تقول راجلي، الام والاب تيقولوا هذا السيد راه ولدنا. قال لهم السيد هذا السيد حنا لقيناه مقتول في الكاميو ديالو. باش نوضح واحد القضيه، هاد الناس هادو لما توجه لهم نفس السؤال اللي توجه لهذوك الناس الاصدقاء ديال الضحيه، واش هاد السيد عنده شي مشكل مع شي حد؟ قال لك ودي ابدا، هاد السيد هذا من الاخيار ديال الناس، يتقى الله، انسان مسالم، ماشي انسان عدواني ولا تيدير الشر، ولا قال لك انسان تيدير الخير، تيوقف مع هذا وتيوقف مع هذا، عزيز عليه يدير الخير، تيصلي صلاته، ماشي شي انسان اللي مذموم باش نقولوا راه عنده اعداء ولا شي حد حاقد عليه وجا قتلو تما. ولكن النقطة اللي غنبقى دائما تنعاودها وتنكررها هي أن القاتل كان عنده في لاكابين، كان عنده في الشاحنة، بدليل دوك الضربات اللي تسددوا على مستوى الخلف ديال الرأس. شكون تيكون مع السيد؟ قال لك اودي راه ما تيكون مع حتى شي حد، خدام مع واحد السيد جارنا شيفور، ولكن هذاك السيد راه في مدينة مراكش. واش بالفعل هذاك السيد في مدينة مراكش؟ هذوك الشيفرية قال لك اودي ما كان معاه حتى شي حد في ديك الليلة. الشيفور كان بوحدو، اي الضحيه كان بوحدو. هذه الهضره ديالهم هاد الناس هادو، واش عنده شي عداوه مع شي حد، واش خاصم مع شي حد؟ ابدا. على اي بقى هذاك الكريسون تيتسناو البوليس راه ما يجي ياخذوا الاقوال ديالو، لانه هو صديق الضحيه والانتيم ديالو، لا ربما يدلي بشي معلومات، شي معطيات، لانه هو صاحبه يقدر يعرف بزاف ديال الحوايج.
والبوليس قالوا ياك ما هذا شي واحد من دوك الناس اللي تيتربصونا وعطينا السرقه، بما ان السيد وهذه كانت فرضيه مطروحه. قالوا السيد كان تيهبط من لاكابين، تيهبط يشوف داك العشاء اللي تيقوم بالطهي ديالو، ربما شي حد تسرب وطلع للشاحنه وتخبى ليه في الخلف تما. لقيت اللي طلع هو الضحيه جلس في لاكابين ديالو، ربما الاخر شد السكين، حيت كيف قلت انا السيد مذبوح. الطريقه باش تذبح كيبان بان هذا اللي ذبحوه تمكن من الراس ديالو، اي خدا الراس رفعه الفوق وعاد دار خدمته. يمكن، ولكن واش البوليس غادي يبداو يبحثوا في القضيه ديال السرقه، يجيبوا هذا ويجيبوا هذا؟ وبالفعل البوليس كيخصهم يديروا اي حاجه، خصهم يعجلوا بالتحريات والابحاث، لان في كل قضيه وفي اي قضيه مهما كانت النوع ديالها، كل ما بدات الابحاث والتحريات كتاخذ واحد الوقت كبير وكتبعد على التاريخ والتوقيت اللي وقعت فيه الجريمه، كل ما تتبدا النسبه ديال ان الحقائق الامور ديال الماديه ديال هذه القضيه كيبعد عليها المحقق. كل ما ابتعد التوقيت كل ما ابتعد المحقق عن المسار الصحيح وعلى الطريق الصحيح. جابوا بزاف ديال الدواسه ديال المساطر اللي كتتعلق بدوك الناس ديال السرقه بالنشر والسرقه بالتهديد. جابوا بزاف ديال الناس يبحثوا معاهم، كاين اللي لقاو في السجن، كاين اللي لقاو تما قال لك اودي انا في ديك الليله كنت هنا. هاد القضيه البيست اللي بحثوا فيها البوليس ما عطات حتى شي نتيجه. ومع ذلك بقاو البوليس تيشنوا حمله هنا، تيشنوا الحمله هنا. ونزيد واحد القضيه، انا تنظن والله اعلم بحسب المكان والوصف ديال المكان اللي كانت فيه الشحينه واللي تغسل فيه الضحيه، واحد المكان مملوء، ماشي نقولوا شي مكان اللي فارغ. كاينين الناس ديال الطريق اللي الماره اللي تمروا من طريق السيار، الناس اللي تيمروا على رجليهم بالرجلين، كاين هذوك الشيافريه تما، ولكن حتى شي حد ما انتبه مع الاسف. على اي الحدود الساعه عاد مرات ساعات قليله جدا، لان العائله ديال الضحيه جاو في هذيك الليله الغد لي في الصباح، ميقات ديك 10:30 11 ديال الصباح، جا الكريسون جا تيبحثوا معاه. قالوا له ودي هاد السيد هذا خدام معاك؟ قال لك ودي انا خدام معاه، شحال ندير الوقت؟ وقال لك السيد راه مده هذه راه تقريبا واحد 10 سنين وانا معاه. كي دايره العلاقه ديالك بيه؟ قال لك ودي علاقه عاديه. ما قال لك ودي هو رجل محترم، رجل طيب تيتقى الله، ماشي شي انسان اللي تيتخاصم. قال لك كيدير الخير، تيوقف مع هذا تيخدم بعض الناس. قال له واش ما عنده حتى شي مشكل مع شي حد؟ قال لك ودي لا، انا اللي تنعرف ما عنده مشكل مع حتى شي حد. البوليس بغاو يعرفوا هاد الكريسون بنفسه، رغم انه تيقول ودي انا علاقتي بيه علاقه عاديه وعلاقه متوازنه وعلاقه طيبه وجارنا وخدمني معاه، انا معاه دابا واحد المده ديال 10 سنين. بغاو يعرفوا بالضبط واش بصح فعلا كان في مدينه مراكش. قال لك السيدي كاين ما يثبت، انا وليداتي والزوجه ديالي راني ديتهم من مدينه برشيد لمراكش عند العائله، عند نسابي، عند عائلتنا تما. تقدروا تسولوا ولادي وتقدروا تسولوا حتى السيد اللي دانا بالطوموبيل ديالو، ووراهم التذكيره ديال التران اللي جا في ذاك النهار. قال لي مودي هاد التذكيره اللي جيت في التران اي كنت في مراكش. وبالفعل البوليس بحثوا معاه في القضيه هذه، تاكد بان السيد دا وليداتو تما لمراكش عند نسابو، دا الزوجه ديالو، داهم واحد السيد بالطوموبيل ديالو. قال لك السيدي انا ديتو من النهار الفلاني، تقريبا دابا واحد المده ديال 4 ايام باش ديتو من مراكش. ولكن حتى العلاقه ديالو تبت بحسب ما صرحوا به دوك الشيافري. قال لك ودي الكريسون اللي معاه راه هو انسان مساعف، انسان الله يعمرها دار، انسان محترم، ما عمرنا شفناه تيتخاصموا، ما عمرنا كذا. ولكن واحد النقطه اللي غادي يصرح به هاد الولد هذا، والبوليس يبحثوا معاه قالوا له ودي شي حد اللي ربما يكون تخاصم معاه. قال لهم ودي بان كاين واحد الولد، واحد الشاب، قال لي تقريبا راه في العمر ديالو ديك 28 29 30 سنه. قال لهم هاد الولد اللي تنذكر لكم تيقول لهاد الضحيه خالي، ولد خصو. قال لك سيدي راه كان خدمو في نفس الشركه عطاتو، قال لك ودي واحد الرموك لانه هو عنده البيرمي وعنده كذا، عطاتو الرموك.
هذاك الولد قال لك خدم تقريبا مع هاد الشركه اللي حنا خدامين معاها، بعد يهرموا قال لك تقريبا واحد المده ديال عام ونص. قال لك واحد الوقيته هذاك خالو اللي هو الضحيه الله يرحمه قال لك في طنبي تيسرق المازوط، تيسرق المحروقات من الشاحنه. قال لك هضر معاه المره الاولى، المره الثانيه قال لي شوف ولد اختي راه انا اللي جبتك خدمتك هنايا وهذوك الناس راه تيثيقوا فيا وكذا وكذا. قال لي راه عرفوك كتسرق راه غيتسحبوني انا معاك ولا يتسحبوني انايا كذا انا كذا. قال لك ولكن مع ذلك هذاك ولد خصو عطيه السرقه 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 السرقه. قال لك قتل الشركه بالسرقه ديال المحروقات اللي تتسرق من الشاحنه. قال لك شي مره هضر معاه قال لي انا ما خدامش معاك انت. قال لي وراه انا اللي خدمتك عند هاد الناس وهاد الناس ساقوا فيا داكشي علاش هما خدموك. قال لي راه شحال ديال الشيفريه تيجيو تيحطوا السي في ديالهم وما تيخدموهمش، تيبغوش يخدموا البراني. قال لي وانا توسطت لك وهضرت معاهم وتحتد. قال لك اودي النقاش بيناتهم. قال لك هذاك خالو ما رضاش، الوقيته اللي الاخر بقى تيسرق. قال لك راه موداه هادي. قال لك دخل عند الشركه قال لي مودي هذاك الولد اللي جبت لكم من عائلتي راه هاكاين دابا القانون والمسطره اللي غديروا معاه وعلى وجهي هو راه ولد اختي، غادي تحيدوا لي الكاميو وقولوا لي سير الله يعاونك. رجل تيخاف الله، رجل تيتقى الله، ما بغاش ولد اختو يسرق، خاصه هو اللي جابو خدمو تما. اي انت ملي تتوسط لشي واحد مثلا كيف كنقولوا حنا تتبغي يحمر لك الوجه ماشي يطيح بيك، تبغي يمجدك ماشي يبخسك. قال لك بالفعل الشركه راه حيدت لي الكاميو. قال لك شنو وقع؟ هذاك الولد ولد اخت الضحيه قال لك راه بغى يضرب هو وخالو بغاو يتشانقوا. قال لك راه فكهم غير الناس. فين هادشي؟ قال لك راه في الشركه بالضبط. جابوا بعض الناس من هذوك اللي كانوا حاضرين بعين المكان. قال لك اودي لا حنا ما حضرناش لهذا الشيء هذا، ولكن هذا الكريسون قال لك اودي لا راه كان حاضر فلان وفلان وفلان والعساس ديال الباب ديال الشركه. فين بلاصه؟ قال لك في المحمديه. هذا الشيء في المحمديه. قال لك مشاو البوليس مدينه المحمديه بعد ما خداو اذن من النيابه العامه بتجاوز منطقه النفوذ ديالهم بمدينه المحمديه في المنطقه التابعه للنفوذ ديال الدرك الملكي. وهنا كانت المناسبه انني نشير واحد النقطه، هي انه كاين بزاف ديال الناس اللي مازال لحد الان تقريبا قرابه 400 حلقه اللي درنا ومازال بعض الناس ما بغوش يفهموا بان راه كل منطقه وكل مدينه راه تيكون فيها الدرك الملكي وتكون فيها الشرطه. ها هي مدينه المحمديه مدينه حضاريه وفيها الدرك الملكي اللي منطقه الحدود ديالهم تتجاور منطقه ابن سليمان. واخا على اي مشاو تمايا الجدرم الا البوليس خداو الاقوال ديال داك العساس ديال الباب ديال الشركه. قال لك اودي بالفعل راه فلان الله يرحمه راه خاض شي صراع مع داك السيد من العائله ديالو انا ما عرفتش شنو تيجي. وبعض الناس اللي ذكر الكريسون قال لك كانوا حاضرين تما صرحوا بهذه القضيه. قال لك سيدي راه احتد النقاش بيناتهم. قال لك اودي هذاك الولد راه بغى يضرب خالو. قال لك راه غير دخلوا الناس. قال لك هز واحد القطيب ديال الحديد وبغى يضرب خالو. قال لك وفكيناهم. شحال دابا ديال الوقت؟ وقال لك سيدي راه تقريبا شي 5 ايام او 6 ايام او اسبوع ربما على الاكثر. اذا بالفعل هاد القضيه وهاد المعلومه وهاد المعطى موثوق به، شهدوا به بزاف ديال الناس ماشي غير الكريسون. اش بقى البوليس كيخصهم يعرفوا هاد الولد هذا فين تيسكن. الولد قال لك اودي راه تا هو من مدينه برشيد، راه ولد اخت الضحيه واللي خدمو. طلعوا البوليس مره اخرى مدينه برشيد، توصلوا للدار او العنوان ديال الدار ديال هذا المعني بالامر اللي تيبحثوا عليه دابا اللي هو ابن اخت الضحيه، بناء على الاشاره اللي شار بها الكريسون المساعد. قال لك اودي الدار ديالهم، مشى معاهم دقوا تمايا. السلام عليكم. السلام. خرجت واحد السيده اللي هي الاخت ديال الضحيه الله يرحمه. قال لها كاين ولدك؟ قالت لي ما ودي لا ما كاينش. فين هو؟ قالت لك السيد راه خارج. فين نلقاوه؟ وقالت لي ما السيد راه غادي تلقاوه في المقهى الفلاني، انا ما لقيتوش تما راه غيكون خارج مع صحابه. مشاو البوليس بالفعل لقاوه تما في ديك المقهى، نقاد ديك 4:30 او 5 ديال العشيه. لقاو السيد تما، لقاو عليه القبض. السلام عليكم. السلام. بحثوا معاه تما بعين المكان. قالوا لي ودي انت شنو وقع لك مع خالك؟ قال لك ودي بالفعل اللي كاين انا ما كنتش كنسرق. هو تيقول انا ما كنتش كنسرق، غير خالي كان كيجيب لي الله بانني انا تنسرق، ولكن الكريسون تيقول. قال لك سيدي بالفعل كان تيسرق، راه انا وخالو ضبطناه
ماشي مره ماشي جوج. ولكن هاد الولد هذا تيقول لك اسيدي خالي كان كيشك فيا وانا تنقول ليه راه ما تنسرقش وناض وحرش عليا الشركه وتخاصمتي انت وياه. قال لك اسيدي تخاصمت انا وياه حتى النقاش. قال لك حتى النقاش وبغيتي تضربيه. قال لك اسيدي بغيت نضربو لان تا هو بغى يضربني وانا تندافع على راسي وهو خرج عليا وما بغانيش نبقى خدام تما وحسدني وكذا وكذا. قالوا لي الشريف خلي هاد الهضره دابا عندك هنايا. على الاقل هو تيصرح تيقول ودي اللي وقع اللي وقع. مشاو معاه للدار ديالهم دخلوا تيقلبوا تما. السيد مزوج بوليداتو عنده واحد جوج ديال البنيات صغار. مرتو قالت لك ودي راجلي في ديك الليله الفلانيه بالفعل راه دخل شويه معطل. اي الليله اللي تقتل فيها الخال ديالو الزوجه ديالو تقول السيده دخل شويه معطل لان بحثوا معاها بشكل فردي ما بحثوش معاها قدام الزوج ديالها. هذيك الليله ما دخل. قالت لك ودي راه دخل سكران. كيفاش حاله السكر ديالو؟ قالت لك سيدي شارب وصافي تيتمشى تيهضر. قالت لك لا عادي غير هو فيه ريحه الخمر وغيدخل الناس واخا ماش تقريبا. هو قالت لك سيدي راه ميقاد ديك الجوج تقريبا ديال الليل ما بين مدينه برشيد ومدينه خريبكه كاينه مسافه. الى هذيك الليله الضحيه لقاو مقتول ميقاد ديك 10 ونص وهو دخل الدار ديالهم في مدينه برشيد ميقاد ديك جوج ونص ديال الليل. اي كان بالامكان ديالو يمشي يقتل خالو ويرجع ولكن كيخصو وسيله نقل لان في ديك الليله ما يمكنش طاكسيات ولا الكيران اللي غادي يكونوا غادي ينقلوه. ولكن الزوجه ديالو والدي قال لك ودي لا ما عنده حتى شي موطور ولا شي طوموبيل او كذا وكذا نهائيا. ولكن هو ديك الليله دخل سكران بغاو يعرفوا معاه من كان سكران. الولد قال لي ما ودي انا كنت سكران مع صحابي. شربتي معاهم؟ قال لك فين شربتوا؟ وقال لك شربنا في الطوموبيل ديالهم. قال لك ديال واحد صاحبي. قالوا لي هاد صاحبك بغينا نعرفوا فين شربتوا. غير هنا في برشيد. قال لك غير هنا في برشيد. فين المكان بالضبط؟ قال لك بالقرب من المكان الفلاني. خرجوا هما مدينه برشيد باتجاه منطقه نفوذ ديال دارك الملك. قال لك تما فين في ذاك الخلا فين حنا شربنا. انت من كنتي؟ قال لك انا وجوج صاحبي اللي عنده الطوموبيل وصاحبي اخر شربنا تما وجينا في حالنا. البوليس مشاو عند هاد الولد هذا اللي عنده الطوموبيل كيبحثوا معاه. قال لك ودي بالفعل حنا شربت انا وصاحبي في ديك الليله. قالوا لي ودي صاحبك تيقول باللي مشيتو حتى لخريبكه. وقال لك سيدي بالفعل حنا تا جينا من خريبكه عاد شربنا ما جيتهم خريبكه. وقال لك سيدي تقريبا ديك الوحده تقريبا راه جينا هنايا لخريبكه. مشيتي انت وياه ومشى معكم شي حد؟ قال لك لا مشيت انا وياه. ايوا ملي مشيتي انت وياه فين مشيتوا بالضبط في خريبكه؟ وقال لك سيدي راه مشى دا هو شي وراق داهم لواحد السيد. انا بقيت نتسنى قدام واحد المكان حتى جا عندي هو. شحال ديال الوقت لما وصلتوا خريبكه شحال قضيتوا دي؟ وقال لك تقريبا قال لي ما يمكنش شي قرابه ساعه هكاك. قال لك لان حنا في ديك الليله درنا الديبار من هنا تقريبا مع شي 7:30. قال لك وصلنا تما تقريبا ديك 10 هكاك. قال لك انا بقيت نتسنى فيه واحد نص ساعه وربما اكثر. خلاني انا جالس في الطوموبيل في واحد المكان هو قال لي تسناني هنا انا غادي نجي. قال لك بقيت نتسنى فيه حتى جا. ايوا لما جا رجعت هنا. قال لك رجعنا هنا. ايوا شربتي غير انت وياه؟ قال لك لا شربت غير انا وياه. بالفعل فين شربتوا؟ قال لك شربنا في الطوموبيل. قال لك غير شربناه هو دخل الدار ديالهم وانا هزيت الطوموبيل مشيت حالي. تما واجهوا قالوا لي الشريف صاحبك تيقول باللي حتى جيتوا من خريبكه ديك الليله كنتوا في خريبكه وكنتي غير انت وياه ما كانش معكم صاحبكم الثالث. صاحبك قول لي اللي قلتي لينا. صاحبه واجهو قدام البوليس قال لي ودي انا راه قلت للبوليس اللي كاين انت انا مشيت معاك قلت لي غادي تمشي تقضي شي غرض ووصلتك ودرتي لي المازوت في الطوموبيل ومشيت معاك حتى مدينه خريبكه وتعطلتي عليا هاد المده ديال تقريبا نص ساعه او 45 دقيقه. قلتي لي بلي غادي دير شي ورقه لشي حد تما. السيد تواجه بهاد القضيه هادي ويقول لي مودي انا غادي نعاود لكم اللي كاين. بالفعل انا هذيك الليله ديت معايا هاد صاحبي هذا مشينا لخريبكه وقلت لي بان راه غادي ندي واحد الورقه غنحطها لواحد السيد ضروري وامر مهم وانا اللي درت ليه المازوت في الطوموبيل ديالو. قال لك لما وصلنا تما بحسب التصريحات ديالو قال لك خليت صاحبي حط السياره ديالو قلت لي تسناني تما في مكان عمومي مكان به المره
هو فين غادي؟ هو عنده السكين ديالو، سكين من حجم تقريبا المتوسط، ديرو في الجاكيت ديالو. فين غادي؟ غادي عند خالو. بقى تيطرب السما. هو علاش عطل على صاحبه؟ بحال ما تيقول هو قال كان بقيت كنتحيل الفرصه، هذاك خالي كيخصو يهبط، انا كيخصني ندير اي طريقه ما يشوفني حتى شي حد، في نفس الوقت نتسلت، اي نتسرب للشاحنه ونجلس اللور باغي يقتلو. بالفعل بقى تيتحيل الفرصه حتى تمكن له ذلك الجو اللي كان كيرغب فيه. خالو نزل فتح الباب ديال الشاحنه اللي على الفونو، ونزل دار على اليمين ديال الشاحنه. هو اش دار؟ فتح الباب وطلع هو يجلس لي اللور تمايا. خالو لما طلع بحسب ما تيقول هو، قال لك اودي شديت الراس ديالو، قال لك وذبحته، وبقى تيسد لي الطعنات، هو بغى يقتلو. كانت هذه الاخوه اللي تضمن المحضر الرسمي ديالو. قال لي مودي داك خالي انا شرا لي صداع، وانا الخدمه لقيتها غير بزز، وانا كذا، وانا هذوك الناس خدام معاهم تيخلصوني مزيان. ايوا وقال لك السيدي انا اللي قتلته. واش درتي من بعد؟ قال لك انا هزيت التليفون وهزيت. وبالفعل ديك الفرضيه اللي كانت مطروحه من طرف الناس ديال الشرطه بان الامر فيه تمويه وفيه تضليل، هو اللي صرح به المعني بالامر المجرم. قال لك اودي انا هزيت التليفون وهزيت الفلوس. شحال ديال الفلوس؟ وقال لك سيدي راه مار تقريبا شي 800 درهم وشي حاجه اللي لقى في داك البسطام، ولقى البيرمي ديالو، ولقى حتى بطاقه التعريف في داك البسطام، وهز التليفون فين هو؟ قال لك سيدي راه عندي في الدار. رجعوا مع البوليس من بعد، حجزوا السكين اللي ذبح به الضحيه. قالوا لي واش هاد صاحبك كان عارف؟ قال لك لا سيدي ما كانش عارف، انا لما داكشي اللي درت اش دار؟ هو مسح السكين، رمى هذاك الشيفون اللي مسح به، ودار السكين في الجيب ديال الجاكيط، وطلع مع صاحبه قال لي راني عطيت الناس ورقه. ايوا فين مشيتو؟ مشينا للمكان الفلاني، صاحبي مول الطوموبيل هو اللي قال لي نشربوا. قال لي اما انا جاي مرفوع، ما رشقاش هي انني نشرب ولا ما نشربش. قال لي درت ليه الخاطر ديالو باش ما يحس بان كاينه شي حاجه، جاي تيضحك معاه. صاحبه قال لي مودي انا راه هادشي اللي كاين، انا اللي ما كنت عارف بانه ولا قتل ولا ما قتلش. حجزوا البوليس هذاك السكين، حجزوا البسطام، حجزوا التليفون اللي لقاو عنده تما في الدار. الزوجه قالت لك اودي انا ما في خباري حتى شي حاجه من هذا الشيء هذا. حتى الام ديال هذا الولد اللي هي اخت الضحيه قالت لك سيدي ما في خباريش انا هذه الهضره، انا عرفت بان ولدي خرج من الشركه، ولكن ما عرفتش بان راه خويا الله يرحمه هو اللي تسبب لي في هذا المشكل هذا. تقدم هذا المعني هذا بالامر العداله، بشحال غادي يتحكم؟ ب 25 سنه سجن نافذ. ما عرفتش علاش 25 سنه، ولكن حنا ولفنا خلال اطلاعنا على الكثير من المصادر تلقى تضارب في الاحكام. تلقى واحد سارق غير تليفون محكوم ب10 سنين، واحد سارق المال العام، سارق دوله على قدها، ميزانيه بيجي ديال المؤسسه، ضرب 6 شهور 7 شهور. وقيس على ذلك هذه هي بلادنا. من المعلوم كان هذا الولد هذا يتحكم بالمؤبد، ولكن حتى 25 سنه راه ماشي سهله. باش نشير واحد نقطه 25 سنه او حتى 20 ولا 15 سنه ولا غير 5 سنين، راه صعيبه بزاف السجن. راه تخيل غير انت واحد النهار في داركم، ياك داركم وعندك الحريه، تدخل المرحاض، تدخل الوقت اللي بغيتي، تاكل الوقت اللي بغيتي، تقرا الوقت اللي بغيتي، تطلع للسطح الوقت اللي بغيتي، واللي بغيتها تديرها. مره تطل من الشرج من الوقت اللي بغيتي، تشوف الناس، تتشم ريحه الحريه. سد على داركم، سد عليك في داركم واحد المده ديال 10 ايام، وشوف باش غادي تحس. غتحس بكأن الدنيا ظلامت، كأن الدنيا غتفنى. أتمنى أن الرسالة تكون وصلت. كانت هذه مسطرة لحلقة اليوم. أشكركم متابعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله